هو انت لازم تكون خريج هندسه او حاسبات عشان تتعلم تحليل بيانات؟ ده طبعا السؤال اللي بيساله اكتر من 70% من المتدربين قبل ما يبداوا في تحليل البيانات. الحقيقه لازم تعرفها ان المجال مش مرتبط بشهاده او بكليه معينه، يعني ممكن تكون خريج تجاره او سياحه وفنادق او اداب وتقدر تتعلم تحليل بيانات. الفكره ان تحليل البيانات بيعتمد على مهارتك وشطارتك بغض النظر عن الكليه اللي انت متخرج منها. يعني ممكن تكون خريج صيدله فتقدر تدمج تحليل البيانات كمهاره في المجال بتاعك، زي انك ممكن تشتغل في شركات الادويه في قسم الداتا اناليسيز والاوبريشن، هيكون ليك اولويه عن غيرك لانك عندك الخلفيه الميديكال بجانب تحليل البيانات. واللي بيفرق فعلا ما بين الشخص والتاني هو قدرته على استخدام الادوات بشكل كويس زي الاكسل والباور بي اي او لغات البرمجه زي الار والبايثون، وتكون على اطلاع كامل بكل الابديتس اللي بتنزل، زائد كمان انك تستخدم تولز جديده زي الاي اي، وكمان تعرف تطبق على اللي بتتعلمه عملي وتنفذ مشاريع عشان تبني البورتفوليو بتاعك. وطبعا كل ده بالاضافه لمهاراتك الشخصيه زي ما اتكلمنا قبل كده، ان يكون عندك سكيلز مخصصه للتايم مانجمنت والبروبلم سولفنج والكوميونيكيشنز. ما تحصرش نفسك انك تكون خريج كليه معينه، ابدا وتعلم الادوات الاساسيه ودور على الكورسات المناسبه لمستواك على منصات زي لينكد ان ليرنينج ويودستي وكورسيرا. طبق على اللي بتتعلمه بشكل مستمر، ومع الوقت هتلاقي نفسك مميز وقدامك فرص كتير للشغل. الخلاصه هو شطارتك واجتهادك وتوفيق ربنا ليك، مش الكليه اللي انت متخرج منها خالص. ابدا النهارده وطور من نفسك عشان تلاقي فرص في سوق العمل.